بدأ يحرك أياديه من تحت عشان يهد المشروع. هو التساؤل بالنسبة لي، هل صفقات زي شيكو بانزا واخوان ألفينا وعدي الدباغ وآدم كايد وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل، مع احترامي ليهم كلهم كأسماء، هي دي الصفقات اللي هتخلي الأهلي يحرك الأيادي الخفية عشان يهد المشروع ده؟ اللعيبة كلها واعدة، لكن ما هياش مثلا. أمال مثلا لو كان تريزيجيه وبن شرقي وزيزو كان ايه اللي هيحصل؟ وامام وبالرمضان ده بالاولى لو في حد هيبقى قلقان من سكواد الاهلي. طيب فدي بس يعني عشان انا مش قادر، اللوجيك مش داخل دماغي خالص. بعد الفصل بص، هو مبدئيا عن حته خايف او مش خايف فده شيء ما يخصنيش، دي حاجه ترجع لك انت، تخاف ما تخافش انت حر. وعن حته ان النادي الاهلي بيحرك ايادي خفيه فدي حاجه مش هنقعد نتكلم فيها، دي حاجه قتلت بحثا والايام اثبتتها كتير. بس الشهاده لله احنا ما شفناش الاسلوب القذر ده من اداره النادي الاهلي الا تحت ادارتين بس، وهم اداره الكابتن حسن حمدي واداره الكابتن محمود الخطيب. بس برضو مش دي النقطه اللي انا جاي اتكلم فيها خالص. انا جاي اتكلم في حته تقليلك من الاسامي اللي الزمالك جايبها، وان الاسامي دي فعلا ما تخوفش. عندك حق على فكره، هي الاسامي كاسامي ما تخوفش خالص، بس عارف لو في حاجه تخوف ايه هو اللي يخوف؟ اللي يخوف يا قلب اخوك مش الاسامي، اللي يخوف النادي الزمالك ممكن يعمل ايه من الاسامي دي. بدليل الاسامي اللي حضرتك قلتها بعضمه لسانك واتخذتها كمثال، زي زيزو وامام عاشور واشرف بن شرقي. مين دول اصلا قبل ما يلبسوا تيشيرت النادي الزمالك؟ لو انت ما تعرفش انا افكرك. امام عاشور كان لاعب مغمور في غزل المحله، رحنا جبناه ب 10 مليون جنيه وكان ماضي على نفسه وصولات امانه كمان عشان خاطر يجي الزمالك. اما بقى عن زيزو فرحنا جبناه من رحله احتراف فاشله بحوالي 300 الف دولار اللي هم ما يعادل 7.5 مليون جنيه وقتها. اما بقى عن اشرف بن شرقي فكان قاعد دكه في الهلال السعودي وسرحوه طلعوه رحله احتراف فشل فيها وكانوا بيدللوا على حد ياخده. وجدير بالذكر ان حضرتك والشباب المحترم اللي زيك كده وقت ما جبنا الصفقات دي كنتوا بتتريقوا برضو زي ما بتعملوا النهارده بالظبط، وده طبعا قبل ما الزمالك يعمل منهم نجوم وانتوا نفسكم تجروا وراهم وتدفعوا فيهم ملايين الدولارات عشان خاطر يرضوا يلعبوا عندكم. وانا قاصد كلمه عشان يرضوا يلعبوا عندكم. واثبات الجمله دي يا سيدي في البقين اللي قالهم امام عاشور قبل كده. امام عاشور اللي قال لك بعضمه لسانه انا لما رجعت مصر كانت اولويتي نادي الزمالك، وكان مستني حد من اداره نادي الزمالك يكلمه، وللاسف لما ما لقاش جدوى من نادي الزمالك فرح لك. يعني من الاخر يا قلب اخوك كان حطك على الرف. يعني بصيغه تانية، لو انا كان معايا او انا كنت قابل ادفع ال3.5 مليون دولار اللي انت دفعتهم في امام عاشور ما كانش زمان امه الحراق دلوقتي بيغني لك غزاله حمراء، كان زمانه بيغني لك حاجه تانية. اما بقى عن ذكر الصفقات التقيله والاسماء الرنانه اللي تعاقد معاها النادي الاهلي اللي انت بتقولها دلوقتي واللي 3/4 معدي ال 30 سنه، فتقدر تقول لي كده بن شرقي وزيزو وبن رمضان وتريزيجيه، تقدر تقول لي هو النادي الاهلي جاب اللعيبه دي ليه؟ انا اقول لك النادي الاهلي جاب اللعيبه دي عشان خاطر يعمل انجاز في كاس العالم للانديه، ومع ذلك بعد ما جاب اللعيبه دي كلها راح زار السكه وجه وطلع من الدور الاول للبطوله متزيل مجموعته بالصفقات التقيله والاسماء الرنانه اللي انت بتحكي عليها. هيجي لي واحد يقول لي يا عم ما كفايه ان هم بس بيلعبوا في كاس العالم. ما هو يا قلب اخوك انا مش محتاج افكرك ان مش دي الاسماء اللي ودتك كاس العالم اصلا. الاسماء اللي ودتك كاس العالم هما الشحات وقفشه وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر والناس الطيبين اللي اختفوا من الصوره تماما وبقوا يوحشونا والله من كتر ما بقيناش نشوف لهم اي صوره على اي منصه او اي صفحه تخص النادي بتاعك، ولا بقوا يظهروا في اي اعلان للرعاة بتوعك. لان من الاخر كده يا صديقي الزبده والكريمه كلها متشاله لاكسات نادي الزمالك اللي هم امام عاشور واشرف بن شرقي وزيزو. الصفقات اللي انت كنت بتتريق عليها وقت ما نادي الزمالك جابها النهارده هي الواجهه الاعلاميه بتاعتك. يعني باختصار كده يا صديقي وقصر الكلام، الألمونيا اللي مصر بتصنع منها حلل وقيمتها ملاليم هي نفس الألمونيا اللي دول تانية بتصنع منها طيارات قيمتها ملايين. يعني بمعنى أصح المشكلة مش في الماتيريال اللي في إيدك، المشكلة في أنت تقدر تعمل إيه من الماتيريال اللي في إيدك دي. أتمنى يكون اللوجيك اللي أنت ما كنتش فاهمه يكون وصل لك. أما بقى أمنيتي التانية فهو يا ريت يا ريت يا ريت اي حد ما بيعرفش يتكلم او اي حد عايش في دور المحايد ما يطلعش يتكلم باسم النادي الزمالك فيما يسمى بمناظره. يعني من الاخر يا كابتن ابراهيم فايق ما ينفعش تجيب راجل محلل رياضي محايد زي الشابوني وتقعد جنبه واحد كل وظيفته في الدنيا ان هو كان مصور وصديق شخصي لشيكابالا وتقعدهم قدام 2 اهلاويه متطرفين وتسميها مناظره. لا دي كده مش مناظره، ده كده استهبال واستعباط وكلام ما يخشش على عقل عيل صغير.